ثواني اسمعني بس. أنا عارف إنك مخنوق ومتضايق وشايل هموم الدنيا فوق دماغك، وعلى فكرة أنت مش لوحدك. أنا كمان زيك وآلاف الشباب زي أنا وأنت. يمكن أنت بتفكر في مستقبلك ومستقبل أولادك، ولو أنت داخل على جواز فأنت بتفكر في كل جنيه هتحطه في مشروع جوازك ده. بس تعرف إيه الغريب؟ إن الأوهام والخيالات وترتيباتك اللي في دماغك دلوقتي للمستقبل نسبة حدوثها تقريبا أقل من 2%. متخيل؟ لأن دي حاجة مكتوبة لك عند ربنا سبحانه وتعالى أصلا، بس عقلك حاول يحط لمسة مع تزيين الشيطان علشان يحبطك. كل الكلام اللي بيجي في بالك وخوفك وقلقك عن حياتك اللي جاية في المستقبل هو في علم الغيب ومكتوب لك من قبل ما تتخلق. عارف ليه؟ عشان من كرم ربنا سبحانه وتعالى ورحمته إن هو أخفى الغيب، وأخفى الغيب ليه هو بس. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما ادالوش علم الغيب، ربنا اخفى علم الغيب ليه هو بس عشان ربنا ما يديش للشيطان حظ في انه يكون ليه سلطان على اي حد من عباده. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم وقال: الشيطان يعدكم الفقر. انت بتقراها كتير، بس هو مش فقر الفلوس، فقر النفس وفقر التفكير وفقر الخوف وفقر الألم، فقر حاجات كتير جدا. عشان كده عايزك تفتكر كام مرة وقعت في مشكلة كنت مفكر إن عمرها ما هتتحل، بس اتحلت أسهل 100 مرة مما كنت متخيل. عشان دي حكمة ربنا اللي انت مش واخد بالك منها. المستقبل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي خلقه، وهو اللي مسؤول عن رزقك ولبسك ونومك وكل تفصيلة في حياتك. يعني تخيل انت بتروح شغلك كل يوم في الشركة اللي انت فيها دلوقتي، هل انت هتبقى خايف ان مرتبك ما ينزلش اخر الشهر؟ اكيد وقطعا لا. ان الشركة مستمرة وشغلك مستمر، وبالتالي قبضك كل شهر هو في محفظتك وانت مطمن. فأي مشاكل بتمر بيها دلوقتي، مادية أسرية وباقي أنواع المشاكل، هي مكتوبة لك وهي الخير ليك حتى لو فكرت عكس كده 1000 مرة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني إن كان اللي أنت عايزه ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه. يعني لو بتحلم بإيه فربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه. فما تفكرش كتير واستعن بالله، وافتكر ان خوفك وخنقتك ممكن تكون بسبب بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بنسميه الوحشة، وهو انك تكون مخنوق ومتضايق وانت ما تعرفش السبب. فكل اللي انت محتاجه علشان تتخلص من المشكلة دي هو انك تقوم تصلي ركعتين وتفتح مصحفك وتقرأ لك شوية، وكل ده هيختفي بإذن الله. كمان ممكن تشتري نوت بوك تخليها لكل مشاكلك وضغوطاتك اللي انت بتمر بيها. دايما لما بنيجي نحكي لأصحابنا عن مشاكلنا بعدها بنحس براحة كبيرة، وده اللي ممكن تعمله لو انت شخص خصوصي شوية او تحب الخصوصية، هو انك تستخدمها. وده طبعا ليه اثر عظيم جدا. اكتب كل مشاكلك واكتب كل حلول مشاكلك وكلم نفسك بالورقة والقلم، هتلاقي نفسك أحسن بكتير جدا. كل ما المشكلة كانت قدامك كل ما بقت سهلة لحلها، وكل ما تفكيرك ليها أصبح أقل. اوعى تشيل هم المستقبل عشان أنت مسلم، والمسلم يسلم كل أمره لله، فالله لن يضيعه. دمتم بخير.